تويتة صلاح قلب الدنيا، صدى واسع وانتشار عالمي، كلمات بسيطة وصيغة سؤال سلطوا الضوء بقوة على الحدث وخلوا العالم يشوف الصورة بدقة. تعالوا نشوف فن اختيار التوقيت وتأثير الكلمة من الفرعون المصري في السخن منه وبسمسم. يوم 8 أغسطس نشر حساب يويفا على منصة إكس صورة اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد وكتب عليها وداعاً بليه فلسطين. وبعد 24 ساعة محمد صلاح عمل ريتويت بجملة بسيطة فيها 3 أسئلة موجهة لليويفا. ممكن تقولوا لنا مات إزاي وفين وعشان إيه؟ ومن بعدها والدنيا اتقلبت. التويته البسيطه دي لحد دلوقتي محققه اكتر من 113 مليون مشاهده ومليون ونص لايك و400 ألف ريتويت. تأثير رهيب محققتهوش تويتة اليويفا أصلاً، والتأثير ده اللي خلى الصحافة العالمية كلها تتكلم عن تويتة صلاح ومدى قوتها في مواجهة اليويفا. صحف زي ديلي ميل وماركا وموندو ديبورتيفو وشبكات زي BBC وCNN، ده غير الصحفي الإنجليزي هنري وانك اللي اتكلم عن إن تأثير تويتة صلاح خلت اليويفا تعلن عن شراكات مع مؤسسات إغاثة لتقديم المساعدات لأطفال القطاع. باختصار تويتة صلاح قالت كل حاجة من غير ما هو يقول حاجة أصلاً، مجرد أسئلة بسيطة ومباشرة أحرج بيها اليويفا قدام الملايين. ده مش بس أحرج بيها اليويفا، ده أحرج بيها كل الضمير العالمي اللي ساكت عن اللي بيحصل في غزة. صلاح اللي اختار إمتى يتكلم ويقول إيه بالظبط، ما كانش مهتم أبداً قبل كده إن الناس تنتقد رد فعله اللي اتأخر شوية. صلاح قرر بهدوء يعلمنا فن اختيار إبداء الرأي بالشكل اللي يحقق تأثير فعلي ومن غير شعارات، ودي يعني موهبة نادرة بتضاف لمواهب صلاح الكتير اللي ممكن نشوفها في حلقات جاية من حلو وسخن وبسمسم.